الذي قرر أن يعيش بكبرياء وأن يعيش حر وإلا يفنى على بك الجابية. الله أكبر. يا أصدقائي في أوروبا، يا صديقي المسكين برلسكوني يلي مغلوب على أمرك، افتح الإذاعة الليبية. يا صديقي المسكين سيراكوزي، افتح الإذاعة الليبية، لكن ننصحك داخل مهديات قبل لا تفتح الإذاعة الليبية، لأنك ستصعق حتما. أعصابك ضعيفة، ما تتحمل ما تراه في الإذاعة الليبية. تحدي الشعب الليبي، المظاهرة المليونية، لا تستطيع أعصابك أن تتحمل قوة الشعب الليبي التي تواجهك في شمال أفريقيا. وأنت يا ابني أوباما اطلب من موظفي البيت الأبيض وخاطبك مباشرة أن يفتحوا لك على الإذاعة المرئية الليبية لكي ترى الحقيقة، لكي تعرف أنك أنت على حق عندما تراجعت عن الجنون المجانين في حلف الأطلسي في أوروبا. وأنت يا من في بريطانيا، ما بعرف اسمك كاميرون، أنت يا الكاميرون، افتح الإذاعة الليبية في داون ستريت، افتح الإذاعة الليبية. كان أعصابك تقدر تتحمل ما تراه لكي تعلموا. أنت يا برلسكوني، يا سيركوزي، يا كاميرون، يا غيرهما، تتأكدوا الآن أنكم تحرطوا في البحر، وأنكم تجروا وراء السراب، وأنكم تحرطوا في الرمل، وأنكم واهمون غالطون. تورطوا في معركة معكم حاسبين حساب الذي يواجهكم في هذه المعركة. تراجعوا، تدابروا، ولوا الادبار، افضل ليكم، ننصحكم، كل ما عندكم يتحطم. هذا الشعب قادر في يوم ما ان ينقل المعركة الى البحر المتوسط، ويقدر ينقلها الى اوروبا، وقد يستبيح بيوتكم ومكاتبكم وعائلاتكم هي كلها تصبح اهداف عسكرية مشروعة، مثل ما انتم حولتوا مكاتبنا ومقراتنا وبيوتنا واطفالنا حولتوها الى اهداف عسكرية مشروعة. اذا المعاملة بالمثل، السن بالسن والعين بالعين والباب يظلم، الطفل بالطفل والعائلة بالعائلة والبيت بالبيت والمقر بالمقر. إذا قررنا نحن قادرون على أن ننتقل إلى أوروبا مثل الجراد مثل النحل، ولكن ننصحكم أن تتراجعوا قبل لا تحل بكم الكارثة. أولا انظروا للشعب الليبي. هل الشعب يحكمه دكتاتور؟ هل هذا الشعب مكبوت وتسلط عليه؟ هذا الشعب تنادى من كيف زحفت الجماهير من كل مكان بدون امر من معمر القذافي. انا نفسي فوجئت بالسيل العرمي من جماهير الشعب الليبي، الرجال، النساء، العائلات، الاطفال. انظروا اطفال، انظروا الاطفال، انظروا العائلات، انظروا النساء. من جابهم معمر القذافي، تجاوا في العراق، جو بقوة التحدي. هذه هي الشجاعة، هذا هو التحدي. هذا اليوم يوم مشهود يوجه فيه الشعب الليبي رسالة عالمية وتاريخية تكتب في التاريخ أنه بعد 100 يوم من القصف المتوالي ليل ونهار والصواريخ والقنابل تخرج العائلات والأطفال والرجال والنساء إلى الساحات وتغص بها الميادين والشوارع، ليس في طرابلس بس ولكن في كل المدن الجماهيرية وواحاتها وقراها ومدنها. مواجهة الشعب الليبي ميؤوس منها، ما تواجه الشعب الليبي، تحصل المعركة أول مرة تواجه شعب مسلح. هذه الجموع اللي ترونها هذه مسلحة، عندها الرشاشات والبنادق وعندها السكاكين وعندها الفؤوس أخيرا حتى بالسكاكين. هذه الجموع هي التي تتفاهم معها. ننصحكم إذا تريدوا السلام وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 100 يوم، فهموا الشعب الليبي مش مع معمر القذافي. معمر القذافي ما يمثل الشعب الليبي، معمر القذافي رمز الشعب الليبي. شوف الشعب، هذا الشعب فهموا الشعب الليبي، فهموا من هذا الشعب منتظم بالمنظمات الشعبية الأساسية ومنتظم في 2000 قبيلة. تفاهموا مع رسال قبائل الشعب الليبي
في ملتقاها تاريخي، تفاهموا معه، تفاهموا مع المؤتمرات الشعبية الأساسية، تفاهموا مع القيادة الشعبية الاجتماعية اللي تمثلتها القبائل. الشعب، أنا ما نقدرش نحكم على الشعب الليبي أبدا، ولا نقول أقبل هذا ولا ما تقبلش هذا، ولا تفاوض مع هذا أو ما تفاوضش مع هذا. أنا نترك كل شيء للشعب الليبي. الشعب الليبي هو اللي قرر مصيره، هو الشعب السيد، هو الشعب الحر. أنا أعطيت السلطة من عام 77، من عام 77 تنازلت عن كل شيء للشعب الليبي. تفضلوا إذا تبغوا السلام أو تبغوا الحل تعالوا للشعب الليبي. أنتوا تبغوا البترول ما تقدروش تحتلوه، لكن تفهموا مع الشعب الليبي على البترول. تبغوا الأرض الليبية، الشعب الليبي مش حيتنازل عن أرضه، ولكن تعالوا تفاهموا مع الشعب. تبغوا الديمقراطية، عادوا تفاهموا مع الشعب الليبي. أي شيء تبغوه امشوا للشعب الليبي. بتقولوا لي كيف نوصل للشعب الليبي؟ توصلوا له عن طريق المؤتمرات الشعبية الأساسية التي ينتظم فيها كل الليبيين من الرجال والنساء. الديمقراطية الشعبية المباشرة، مش نظام معمر القذافي، نظام الشعب الليبي. النظام السياسي في ليبيا هو نظام الشعب الليبي، ولهذا ما بيسقط. حتى لو هرب من هرب وخاف من خاف وطاح من طاح ما يساوي شيء. لو هرب 100 سفير الشعب الليبي يجيب 1000 سفير في اليوم الثاني، ما يساوي شيء. هذه حكوماتكم اللي إذا كان وزير الداخلية في إيطاليا استقال تسقط حكومة إيطاليا، لكن في ليبيا يمشي أي أمين ما يساوي شيء. الشعب والمؤتمرات الشعبية تجيب عدد من منها بدل، لأن النظام في ليبيا هو نظام الشعب الليبي. الديمقراطية الشعبية المباشرة يلي أنتم ما تعرفوهاش. أنتم شعوبكم عاملة مظاهرات